السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل ايه معانا؟ الحاجة الحلوة دي رموش الست. بصوا شكلها، شايفين؟ تعالوا نشوف ايه بتتعمل ازاي والمقادير ايه وهنعملوها مع بعض. يلا حبايبي يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مطبخ خويا، ما تنسوش تحطوا اللايك والاشتراك علشان يوصلكم كل جديد. النهارده ايه هنعمل؟ ايه هنعمل؟ حاجة حلوة. ورا كل أكلة ست مصرية، وهنعمل رموش الست. ماشي يا حبايبي؟ يلا بينا. معانا هنا دقيق، معانا هنا سكر، معانا دقيق صامونيلا، معانا هنا جوز هند، فانيليا، ملح، بيكنج باودر، بيكنج باودر، ملح، بيض، فانيليا، زبدة بدرجة حرارة الغرفة، والبيض بدرجة حرارة الغرفة. هنسمي الله ونصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. معانا الأول هننزل الزبدة، هنحط السكر يكون باودر، ما يكونش سنترفيش. اهو نص كوباية سكر، كوباية الا ربع زبدة. ماشي، كوباية الا ربع زبدة، نص سكر. هنقوم بقى ايه عاملين السكر مع الزبدة، والسكر يكون ناعم. بس عشان الدنيا ساقعة الزبدة جامدة. لو في الصيف دي كانت ايه تبقى سايحة. يعني احنا دخلنا على الشتاء، وكل سنة وانتم طيبين. انا بحب الشتاء. بس اعمل بس كده عشان ايه ما تعفرش الدنيا السكر. بعد كده نعملها بالمضرب. بس كده ومين مضرب. هنحط بقى ايه البيضه كمان. هناخد بقى ايه البيضه وبياض بيضه، وهخلي الصفاره على جنب. هنشوف هنعمل ايه. نجيب الصفار، هضرب وارجع لكم. هحط بقى ايه البيض، بيضه، وهاخد ايه زي ما قلت لكم، هاخد البياض واخلي الصفار. بس كده اهو الصفار اهو. هغطيه واخليه بايه، هنشوف هنعمل فيه ايه. برضو هناخده، مش هستعمله في رموش الست. حبه فانيليا، بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص كده. بس كده. هنعمل معانا ايه بقى؟ الدقيق هنا معانا، ماشي. معانا جوز هند، بصوا اهو ده جوز هند. دي السمونينا، بيكنج باودر هحطه على الدقيق، ذره الملح بتاعت المعجنات كده. خلاص. لو هتعايري بالكوبايات زي ما قلت لك، بمعيار كوبايه تاخدي كله بالكوبايه اللي انت بتعايري بيها. يبقى احنا هنا ايه كوبايتين الا ربع دقيق، اتنين الا ربع، ونص كوبايه سكر، بيضه وصفار وبياض البيضه، وثلاث معالق لا اله الا الله جوز الهند. خلاص، ونص كوبايه السكر،
وبيكنج باودر حطيت نص معلقه، نص معلقه، وذره الملح. خلاص. والسمونينا نص كوبايه. ماشي يا حبايبي، نص كوبايه. كده بقى ايه، هندخل الدقيق اهو. بص بقى، انا حطيت الكوبايتين الا ربع دقيق. انا هشوف هعجن واشوف، لو عايز دقيق هحط. قلت لكم حسب العجين الدقيق، في دقيق بيشرب بسوائل وفي دقيق ما بيشربش اهو. اقول لكم المقادير تاني ولا خلاص عرفتوها؟ بس كده. سباتشولا كده خلاص، شكرا. بايدي بقى، بسم الله الرحمن الرحيم. بص كده بقى، عايزه ايه بقى؟ عايزه معلقه دقيق، عشان انا قلت لكم في دقيق ما بيشرب سوائل، في دقيق لا. هي معلقه بس، ما اقولكمش على ريحتها بقى، ريحتها جميله والله. هي بس معلقه بس واحده. وانا قلت لكم عايزين تشوفوا تختبروا العجينه بالايد النظيفه، مش اللي بتعجن. هي بس ايه، معلقه واحده بس، هحط معلقه اهو. بصي اهي، معلقه دقيق بس كده هيبقى جميله. اهي خدت معايا معلقه. يبقى انت ايه، كوبايتين الا ربع ومعلقه. برضو انت حطي معاكي كوبايه اتنين الا ربع، ممكن انت الدقيق اللي عندك مش هيحتاج المعلقه. اهي كده 100 100. بصي معلقه بتفرق، سبحان الله. اهي خدت حاجه ما خدتش حاجه، ما اقولكمش على الريحه بقى اهو حبايبي. هنشكلها بقى. اهي بصوا، حتى الايد اللي كانت بتعجن اهي ما فيهاش حاجه اهي، جميله كده، تحفه. بصي العجينه اما تعمليها كده وما تشققش معاكي، تبقى العجينه اللي ناجحه. شايفاها اهي، مفيش تشققات. او شايفين، اما تعمل العجينه مفيش تشققات تبقى العجينه حلوه ناجحه. اهو بصي العجينه انا كورتها ونغستها، مفيش حاجه. هناخد حته اهي وهنعملوها كده، وبعدين تكوريها كده، وتقومي عاملاها زي الكفته بقى، برموها كده اهي. تقومي عاملاها بايدك كده، ضغطه بايدك، وتقومي سحباها كده من هنا ومن هنا اهي. اهو رموش الست ولا مش رموش الست؟ اهو شبه العين الواسعه. اهو شايفينها. هعمل لكم واحده تاني اهي. ناخد حته، تقومي عاملاها كده ومكوراها كده، تقومي عاملاها زي صابع الكفته اهو. بصي، تقومي ضاغطه بصبعك كده اهي اهي، تقومي سحباها بايدك كده ومن هنا اهي. ايه رايك؟ اهي. هعمل واحده تاني معاكم اهو، اعملها كده واكورها، واقوم عاملاها زي صابع الكفته اهي، ضغطها بصبعي كده اهي اهي. خلاص يا حبايبي، هعمل لكم ديت، وانا هعمل بقى الباقي ماشي، عشان ايه ما اطولش عليكم الفيديو. اهو عاملاها كده ومكوراها، تقومي برماها اهي. اهو انا بقى هعمل الصاج، وهنشوف هنعمل ايه مع بعض. اهو شايفين يا حبايبي، اهو شايفينه. هنعمل ايه بقى؟ بصوا بقى بالشوكه كده، بصي واعمليه كده اهي.
عايزاها السحبه ايه بالشوكه كده. اهو بصوا اهي عملتها بالشوكه كده. معايا بقى ايه صفار بيضه اللي قلت لك عليه اهو، وحبه فانيليا صغننين عشان زفرة البيض، نقطه صغننه بس كده كده. اللي مش عايز الصفار بتاع البيض اللي هو بيقرف من ريحته ولا حاجه عشان زفر، حطي البياض، بس البياض ده الصفار. هقول لك لبن مش هينفع لبن. تقومي جايبه الفرشه كده اهو، بص حبايبي اهو اهو. بصوا بقى انا عندي الشربات عاملاه جاهز. الشربات بقى بتاع رموش الست بيبقى خفيف. كوبايه سكر، كوبايه ميه، ونص عصره ليمونه، وحبه فانيليا. يغلوا كام غلوه كده واطفي عليه وخلاص، يكون رموش الست سخنه والشربات ساقع. واول ما يطلع على طول تقومي ساقيه رموش الست. شايفين اهو، هي نيه والله العظيم ريحتها جميله. بصي ما عندكيش زبده اعملي بالسمنه، ما عندكيش سمنه حبيبتي اعملي بالزيت. ما توقفيش نفسك على اي حاجه، ان شاء الله هيطلع جميل من ايدك، وربنا يحسن ما بين ايدك وايديكوا يا رب. بس كده. وعلى الفرن 180، وبياخد ايه ربع ساعه كده اهو كده خلاص اهو اهو. شايفين يا حبايبي اهو، على الفرن على طول. شايفين يا حبايبي اهو، انا لسه مطلعاه من الفرن اهو. الشربات انا اللي عاملاه، عامله واحد تقيل واحد خفيف اهو، وتسقي على طول. ما اقولكمش على الريحه. بس كده اهو خلاص. شويه بقى واوريها لكم من جوه عامله ازاي. ايه رايكم حبايبي؟ شفتوا؟ بصوا الجمال، بصوا السوا بتاعه. بصوا انا حاطه فستق الكداب اللي احنا عملناه مع بعض اهو، تحفه ولا ريحتها. بصوا بقى عايزه افتح لكم واحده. بصوا الجمال، تحفه. شايف؟ بصوا استنوا، بصوا بصي شايفه؟ ولا ناشفه ولا حاجه، تحفه. وده الفيديو بتاعنا، ورب يكون عجبكم رموش الست. يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تحطوا اللايك والاشتراك علشان يوصل لكم كل جديد حبايبي، وربنا يحسن ما بين ايديكم. جربوا رموش الست.